بقول لك ايه، انت سمعت عن داتا ستوري تيلينج قبل كده؟ لو بتحلل بيانات وتفتكر انك خلصت مجرد ان انت طلعت تيبل او جراف، فاسمح لي اقول لك انت لسه ما بداتش الشغل اصلا، لانك بس مش محلل بيانات، انت كمان داتا ستوري تيلر. الداتا ستوري تيلينج هي فن تحويل البيانات البارده لحكايه مفهومه. يعني بدل ما تقول ان شوكولاته حققت 90 صوت، لا قول ان الشوكولاته هي النكهه المفضله للطلاب بشكل كبير. يعني مثلا قول نفس الرقم بس بشكل قصه بسيطه تخلي الناس تتاثر وتتحرك. خليني اقول لك مثال بسيط. احنا عندنا 216 طالب في مدرسه ابتدائيه بيصوتوا على النكهه المفضله ليهم للايس كريم. فالشوكولاته حققت 90 صوت، الفانيليا 48 صوت، واللوتس حققت 37. لو عرضتهم كارقام هي مفهومه لكن مش مؤثره، بس لو عرضتهم كقصه فهتختلف كتير. اكتر من 50% من الطلاب اختاروا الشوكليت كنكهتهم المفضله، ده طبعا ضعف العدد اللي اختار اي نكهه تانية. لما عرضنا الارقام كقصه انت فهمتها اكيد اكتر اما هقولها لك كرقم، وبكده القصه اتبنت ووضحت، لان القصه بتبسط المعلومات وبتجذب الانتباه وبتخلي الناس تتفاعل معاك. لو عايز تعرف تركات اكتر عن داتا ستوري تيلينج سيب كومنت بكلمه ستوري وخليك متابعنا. فاكر قصه الارقام اللي عرضناها من شويه للطلاب فيها غلط؟ قولوا لنا في الكومنتات.